يا صباح الخيرات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش يا ست الكل تنوريني وتشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا بينا الفيديو بتاعنا. هنا بص، انا كنت قاعده في البلكونه كده، انا جايبه لكم مقطع صغير كده. وانا قاعده في البلكونه كنت بشرب فنجان قهوه، و ده كان، بصوا، كان قبل العصر بشويه كده. كنت بشرب فنجان قهوة وكنت اللهم صل على النبي، كنت قاعدة كده شوية باخد نفسي، عارفين اللي هو ايه، باخد نفسي كده. نشرت بقى هنا، لميت بقى الغسيل اللي انتوا شفتوه، و اللهم صل على النبي. هنشر بقى هدوم تانية، ما احنا يا دوبك نشيل ونحط ونشيل ونحط وهكذا. اللهم ديمها علينا يا رب كده نعمة، نفضل نغسل ونفضل ننشر ونفضل نطبخ، بص، وناكل وكل حاجة. اللهم ديم يا رب كده الصحة علينا يا رب، وكل حاجة كده حلوة يا رب تديمها علينا نعمة. اللهم امين. هنا بقى بصوا، المنشر ده انا كنت حاطاه في اوضه النوم، لان يعني كنت حاطاه في ركن كده في اوضه النوم، هو في وش الشباك برضو. يعني اكيد انا مش هقفل الاوضه واقفل وانشر، لا. انا كنت فاتحه الشباك، انا اصلا الشباك بتاع اوضه النوم دايما سايباه مفتوح، ما بقفلوش. فلما بكون بقى رايحه عند ماما وهقعد طبعا يومين ثلاثه، بشيل المنشر بحطه في اوضه النوم وبنشر عليه الهدوم اللي انا عايزه انشرها، وبمشي وبروح بقى وارجع، الم بقى هدومي والم حاجتي. لكن ما بسيبوش في البلكونه، بخاف الهوا يطيروه. يعني ساعات بيبقى في هوا شديد فممكن يقع يتكسر ولا حاجه. وطبعا انا جايبه، كنت جايباه بكام؟ كنت جايباه ب 600 والله ما انا فاكره 630 ولا 730، مش فاكره. ما علينا، يعني هو كان في الرينج ده. فانا صراحه بخاف عليه لان المنشر ده ايدي ورجلي يا جماعه، وطبعا بالنسبه للمناشر بتاعتي، يعني ما بنشرش فيها، الحمد لله الحمد لله يعني. مش زعلانه والله، عادي، مش زعلانه ولا اي حاجه خالص. بالعكس، ده انا مبسوطه خالص ان انا بنشر على المنشر، لان المناشر، الحمام والعصافير لما بيعملوا حمام كده بينزل على الهدوم. فالحمد لله، يعني انا مبسوطه بالمنشر بتاعي، يعني الحمد لله. دايما نقول الحمد لله في جميع الاحوال، والله بقول الحمد لله على كل حاجه، وراضيه راضيه بكل حاجه، الحمد لله. هنا بقى كنت فين؟ كنت بجيب حاجات من اللهم صل على النبي، من السوق. ما كانش عندي حاجه في التلاجة وما كانش عندي طماطم. انتوا عارفين يا جماعه اليومين دول في ازمه طماطم عندي. كنت جايبه كام قفص طماطم؟ خمسة بالظبط كده كنت جايباهم وخلصتهم. يعني بصوا، عايزه اقول لكم، جوزي بيقول لي ايه، يعني كميه الطماطم اللي انت جبتيها دي كلها كان مفروض تقضيكي سنه. بيقول لي كان مفروض تقعد معانا سنه. فانا كنت جايبه اصلا الطماطم قبل رمضان، كنت بفرز بقى تفريزات رمضان والحاجات دي. ف فخلصت والله يعني، وخلصت في وقت عامل ازاي. يعني الطماطم ب20 وب25، يعني اسعارها مش عايزه، السعر مش عايز ينزل. اسعار الحاجه اساسا في السوق غاليه، كل حاجه سعرها غالي قوي. فشفتوا بقى، انا خلصت الطماطم في وقت مش حلو خالص يعني طول ما الطماطم كانت عندي في الفريزر طول ما هي رخيصه، يعني طول ما هي موجوده طول ما هي رخيصه. اول ما ابتدت تغلى خلاص هي خلصت من عندي، الحمد لله برضو يعني. بس ده ايه يعني؟ ده المفروض يعني ان الواحد يحافظ على الحاجه. يعني انا كنت مثلا لما بعمل، بطبخ طبخه، كنت بدل ما انا عاملاها اكياس بقى وحطها في الفريزر. فبدل ما انا بطلع كيس واحد، لا بطلع اتنين. يعني بطلع كيسين كده واعملهم، واقول لا، الصلصه لما بتبقى كتير بتبقى حلوه. فجي الوقت بقى اللي انا كنت محتاجه طبعا الطماطم. بس فعلا ان هو لا، الكميه كانت كتير اللي انا كنت جايباها. يعني كنت خمس 5 قفصة طماطم، قفصين في قفصين، او قفصين في 3، حاجه زي كده، مش فاكره. فالكميه كانت كتير، بس بسم الله ما شاء الله، انا يعني كنت ببدع فيها يعني. ف بس خلاص، المهم يعني جبت 2 كيلو طماطم. اول باذن الله، اول ما تبتدي سعرها ينزل ان شاء الله باذن الله هتلاقوني جبت بقى وفرزته. اساسا ان هو خلاص ده، يعني احنا يا دوبك اساسا كمان شهر ولا شهرين هنبتدي تفريزات رمضان.
كل سنة وانتم طيبين بقى، يعني خلاص رمضان قرب اهو، السنة بتعدي زي الهوا بالظبط كده ما بيعدي علينا. هنا بقى كنت جايبة البطاطا، الكيلو كان عامل 10 جنيه. هو سعرها برضو حلو يعني، ما خلاص يعني ان احنا مثلا نفكر ان البطاطا هتبقى ال3 ب10 ولا اي حاجة اصلا تبقى ال3 ب10، ده مش هيحصل خلاص. الاسعار دي مش هنلاقيها تاني يعني. اسعار ال3 ب10 وال2 ب10، الاسعار دي مش هتبقى موجودة تاني يعني. ف لقيت سعرها حلو، الكيلو ب10 جنيه، جبت 2 كيلو ب20، وجبت البطاطس الكيلو ب20 جنيه، جبت الكيلو ب20، جبت 2 كيلو ب40، وجبت اللهم صل على النبي الخيار برضو ب20 جنيه. انا مش عارفة ايه الخيار اللي لونه غامق ده، يعني ما تحسوش ان هو خيار بلدي، مش عارفة ده بقى ايه يعني، مش عارفة، ما علينا يعني، اهو خيار وخلاص. بس حلو يعني، بيبقى مسكر وحلو. جبت كمان الفلفل الكيلو ب15 جنيه، جبت ب10 جنيه، قلت له انا عايزة اوزن ب10 بس، هو بقى بيظبطها على الميزان. لان كان عندي فلفل، انا كان عندي فلفل رومي في التلاجة، وكان عندي فلفل اللي هو شطة زي ده اخضر، وكان عندي فلفل احمر ده من المرة اللي فاتت. جبت كمان الكوسة الكيلو ب30 جنيه، جبت نص كيلو ب15، وجبت فاصوليا ولوبيا وعدس، جبت ربع وربع وربع، لان كان عندي برضو من المرة اللي فاتت. انا بزود يعني، انا جايبة بس بزود. اللهم صل على النبي. جبت ايه كمان بس، وجبت الفرخة اللي انتوا شايفينها دي، الفرخة دي بسم الله ما شاء الله بقى، حلوة حلوة يعني، هي تقريبا 2.5، والله ما انا عارفة، لان الجوز اللي نزل جابها تقريبا 2.5، لان هي بسم الله ما شاء الله حلوة يعني. فهنعمل بقى غدا النهاردة محترم كده مع بعض، غدا يفتح النفس. وجبت الكرنباية دي، صح نسيت اقول لكم، جبت كرنب اهي. الكرنب ابتدى يرخص شوية، ما بقاش زي الاول. الاول كان الاسعار بتاعته من 35 ل45، كان سعره غالي، ابتدى يرخص بقى. هو لسه كل ما الشتا يدخل هنلاقي السعر ينزل بتاع الكرنب، لان طبعا ده الموسم بتاعه، فهنلاقي الاسعار هتنزل ان شاء الله. والخضار اللي هو اسمه ايه، الكزبرة والشبت، الخضرة يعني بتاعة المحشي، برضو سعرها هينزل في الشتاء، لان هي اساسا بتطلع في الشتاء لكن ما بتطلعش في الصيف يعني، بتطلع في الصيف بصعوبة قوي يعني. انا لما بنزل كده قدام البيت عندنا تحت، لما بزرع بس شوية كزبرة كده للمحشي، ما بتطلعش اساسا من درجة الحرارة، فتلاقوها كده بتموت، فعلشان كده بيبقى سعرها غالي. انا مش عارفة بقى هم بيزرعوها فين، او بتتزرع ازاي في الحر ده، مش عارفة. هم بقى ليهم طريقتهم يعني، ليهم الطرق بتاعتهم. جبت كمان لانش بوكس للعيال، جبت 2 لعيالي. طبعا ابني الكبير في اعدادي يعني، اكيد مش هجيب له يعني. هو حتى انا قلت له، وفي اساسا انا عندي اساسا لانش بوكسات من السنه اللي فاتت، فهو قال لي لا يا ماما انا مش هاخد لانش بوكس، انا مش صغير يعني. فمش عارفه، مع ان انا شايفه ان الموضوع عادي، بس هو لا، قال لي مش واخد. عندنا طبعا الازاز من السنه اللي فاتت، اللي هي الازاز اللي زي دي كده. وعندنا انا كل سنه بجيب اساسا، انا عندي ازاز كتير من الازاز دي. وعندنا اللانش بوكسات، بس هو قال لي لا انا مش واخد، مش عايز. فجبت لاخواته، جبت لاخوه واخته. طبعا انا فتحت اللانش بوكس بتاع بنتي، مش هقدر افتح التاني خالص، مش هقدر اجي جنبه والله ما هقدر اجي جنبه خالص، لان ده اللانش بوكس بتاع ابني اللي هو اساسا رايح كيجي، ولو لقى اللانش بوكس مفتوح انتوا فاهمين بقى، هيعمل حوار كبير طويل عريض، فمش هقدر، لازم هو اللي يفتحه بايده. هو زي اللي انا فتحته بالظبط. هنا بقى جبت كمان وانا جايه، جبت كيس صابون مواعين، وجبت كيس كلور. طبعا الكلور بقى عامل عمايله معايا، عامل عمايله السودا معايا عامل عمايله السودا معايا. بصوا شايفين بفضي كيس الصابون ازاي بكل سهوله. تعالوا بقى عند الكلور، بخاف موت، لان انا عندي عبايتين باظوا بسبب الكلور. فهتلاقوني دلوقتي بقى، بصوا هفتح الكيس ومش عارفه افضيه. فرحت على الحوض بقى، قلت خلينا على الحوض كده اهو. بصوا
انا مش عارفه امسكه، والله ما عارفه مالي، يعني انا من كتر خوفي من الكلور مش عارفه امسكه. بس الحمد لله يعني فضيته كده بالراحه، مش متنازله والله عن هدومي، مش هتنازل عنها المره دي. اهو بصوا فضيته كده بالراحه وفتحت حته صغيره، قلت اقعد كده اتفضل الصبح مستنيه. انا مستنيه، بس اهم حاجه ما تجيش جنب هدومي. بس خلاص كده ما ملتش الجيركن على الاخر، ولكن والله يا ريتني كنت جبت كيسين. يعني انا قلت اساسا، تصدقوا انا اساسا مفكره ان الجيركن ده فيه نصه، مفكره والله ان الجيركن مليان لعند النص يعني، فانا بزود برضو. على فكره انا ما بستناش الحاجه تخلص من عندي، انا بحب اجيب كده اللي هو ايه، يعني ازود بس مش هستنى لما الحاجه تخلص. هنا بقى كنت عامله ايه، كنت بصوا يا جماعه انا عندي مشكله فظيعه مع الفول المدمس ده، عندي مشكله مش حلوه خالص، مش عارفه اعمل ايه. بصوا الفول ده انا بشوف فول بيبقى طعمه خطير يا جماعه، طعمه خطير خطير، يعني حتى ماما بتعمله بيبقى طعمه حلو، اختي لما بتعمله برضو بيبقى طعمه حلو. انا ما اعرفش فيه ايه، والله ما عارفه فيه ايه. يعني المشكله في الحله، ولا المشكله فيا، ولا المشكله في الحاجات اللي انا بحطها عليه؟ انا مش عارفه المشكله فين، والله ما عارفه المشكله فين. الفول ده انا لسه ما عملتوش، ده انا بس بغسله كده نقعاه علشان يعني يتنقع يومين ايه. بصوا انا حاطاه من امبارح، انا نقعاه من امبارح بالليل، بسجل لكم الفيديو اهو دلوقتي المغرب، من امبارح بالليل للمغرب اللي هو تاني يوم. فانا هقوم دلوقتي هعمله معاكم وهصور لكم ان شاء الله فيديو تاني. انا هقوم دلوقتي اغسله وهظبطه وهحط كل حاجه وهمشي معاكم خطوه بخطوه دلوقتي، وهصور لكم الفيديو وهنشوف هيبقى طالع عامل ازاي. لان بيبقى طالع استغفر الله العظيم يا رب بيبقى وحش قوي. اكيد طبعا مفيش حد مكان هيقول الكلام ده، بس انا والله بعترف الفول ما بيبقاش حلو خالص. فانا هقوم اعمله دلوقتي ان شاء الله، احطه على النار يستوي واحط له بقى كل حاجه، يعني كل حاجه. وهشوف فيديو حلو كده على هبحث كده على فيديو حلو كده طريقه عمل الفول، واشوف يعني اختار طريقه من الطرق واشوف هيبقى معايا عامل ازاي. لان انا تعبت، انا نفسي اكل فول حلو. انا باكل فول يا جماعه، في ناس كده بتبيع فول مطاعم وكده يعني، بقى الفول بتاعها حلو، حلو قوي. فانا عايزه اوصل، يعني انا عايزه اوصل للحته دي ان يبقى طبق الفول محترم. فان شاء الله باذن الله طبق الفول بتاعي هيبقى محترم وابن ناس ان شاء الله. هنا بقى قطعنا الفرخه بتاعتنا الجميله الخطيره اللي بصوا، قررت والله، قلت والله ابدا ما يحصل. الفرخه دي انا شاريها يا جماعه ب 200 جنيه، ماشي، بس هي بقى مش عارفه، هي بصوا هي معديه ال 2 كيلو، لان هي بسم الله ما شاء الله حلوه يعني. فانا قلت بما ان الفرخه كبيره وحجمها حلو وكبير، لا انا هعمل ايه بقى، هقطعها زي ما انتوا شايفين كده. انتوا طبعا شايفين انا عمال بقطع فيها ازاي. يعني الصدر هقطعه نصين، الورك هقطعه برضو 2، وهكذا. تمام، علشان انا يعني اكيد الفرخه يعني كل حاجه غاليه يا جماعه، وكل الناس بتعمل كده. والله العظيم انا بشوف ناس كتير بتعمل كده، بتقطع الصدر وبتقطع الورك. واصل هو يعني مش يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، اللي هو اكيد يعني مش هيبقى الفرخه الحجم ده وهبقى مثلا كل واحد ربع. لا هو انا بعمل كده على فكره، انا بدي كل واحد ربع عندي، بس الفرخه حجمها كبير، فانا قلت هقطع بقى الصدر. وخصوصا كمان ان الصدر بيبقى الصدر بتاع الفرخه الكبيره دي اللي هي بتبقى معديه ال 2 كيلو، بيبقى الصدر بتاعها تحس ان هو مليف شويه كده، فالعيال مش بتعرف تاكله. فانا هقطع كل حاجه، وخصوصا اساسا انا عيالي مش بياكلوا، يعني مش يعني انا عشان ادي حد ربع كبير بالشكل ده مش هيكملوه، فهبقى انا عملت الفرخه كلها على الفاضي، فاهميني؟ والجو حر لسه برضو، يعني احنا في الصيف برضو، والاكل البيت ما بيبقاش حلو قد ما انتي بتعملي اكل طازه ويخلص اول باول. انا بحب كده، يعني بحب اعمل الاكل يخلص، نعمل تاني يوم اكل جديد وهكذا. الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اعملها وتقعد لتاني يوم هي الباميه، بس كده. الباميه دي لما بتقعد لتاني يوم بتبقى حلوه وجميله وبتزيد حلاوه كمان، لما بتسخنيها تاني بقى بتزيد حلاوه وبتبقى طعمها خطير يا جماعه، خصوصا بقى لما تكون باميه باللحمه بتبقى تحفه. فاللهم صل على النبي، ده يعني دي الاكله الوحيده اللي انا بسيبها لتاني يوم عادي تمام، ما فيهاش حاجه. اما بقى اي حاجه تانية ما بتبقاش حلوه، وانتوا عارفين الكلام ده.
كده خلاص الفرخه بتاعتي غسلتها، ما عملتهاش كلها يا جماعه، شلت منها ربع. ماشي. غسلتها وحطيت عليها شويه ملح وعصرت عليها ليمون، وهسيبها بقى كده تتنقع في الخل والليمون وكمان خل وليمون وملح. تمام. دايما انا بعتمد الحاجات دي مع بعض كده بالنسبه لتنظيف او ان انا اضيع اي زفاره في الطيور. بس كده. قطعت بقى بصلتين، قشرتهم وقطعتهم، وهعمل لهم بقى زي ايه، هعمل لها بقى صدمه كده. وبس كان المفروض الاول حطيت الفراخ، قصدي الفرخه يعني، كان المفروض حطيت الفرخه تاخد صدمه، بس عادي مفيش مشكله. انا حطيت البصل ورجعت حطيت الفرخه عادي، برضو هي اخدت الصدمه برضو عادي يعني. وعايزه اقول لكم كانت ريحتها يا جماعه خطيره، خصوصا ان انا كنت حاطه ايه، كنت حاطه اسمه ايه، كنت حاطه ورق لورا. حطيته الاول مع حته سمنه كده، وبعد كده نزلت بالبصل. طبعا ما حمرتش البصل ده، انا يا دوبك بس حطيت البصل كده، وبعد كده قمت نازله على طول يعني كله ورا بعضه كده بالفراخ. بس كده. سبت بقى الفرخه على النار شويه كده، وحطيت لها، طبعا كنت مشغله الغلايه وحطيت لها ميه سخنه، وسبتها بقى تستوي شويه كده. عايزه اقول لكم كانت شربتها جميله جميله. طلعت بقى كده في البلكونه اخد نفسي شويه. تعالوا بقى شوفوا الزرع اللي انا زرعاه في البلكونه. بصوا، هو الزرع اللي في الارض ده ده زرع كده، يعني زرع زينه كده. وكنت هنا نشره غسيل طبعا، وهنا كنت بنشف ملوخيه، كنت جايبه ملوخيه ومقطفاها وغسلاها ومظبطاها، وكنت سايباها بره كده علشان تنشف. هي كان فيها ميه بقى، وكنت حاطه القماشه اللي هي في الطبقه دي علشان الملوخيه كان فيها ميه، فالقماشه دي تشرب الميه. بس كده. فكنت كل شويه بقعد اقلب فيها، كل شويه بقعد اقلب فيها. طبعا انتوا عارفين الملوخيه في الشتاء بتبقى سعرها غالي جدا، و سعرها غالي ايه ده، ما بتبقاش موجوده اساسا، وبتبقى بقى في السوبر ماركت. بس انا اقصد سعرها غالي، قصدي في الملوخيه الناشفه بيبقى سعرها غالي لما بتيجي تشتريها في الشتاء. فانا بعملها في البيت. تمام. وادي طبعا شايفين الفيو عندنا. وادي النعناع اللي انا كنت زرعاه، او اللي انا زرعاه، مش عارفه كنت دي ليه انا بقولها مش عارفه. ادي النعناع اللي انا زرعاه. وهنا كنت بقول لكم عايزه اعمل زي رف هنا كده، او بصوا هنا كده اعمل رف علشان احط الاثار اللي تحت دي، الزرع اللي تحت اللي انا حاطاه في الارض ده، احطه كده على الرف يبقى شكله حلو ويبقى جميل في البلكونه. بس هنا الجردل ده كان علشان الخرطوم بتاع التكييف وبس. دخلت بقى تاني للمطبخ، طلعت بقى الفرخة من الحلة، وكنت عملت كمان انا طبعا عاملة محشي اليوم ده. بعد ما شلت الكرنب، طبعا جوزي قال لي لا احنا عايزين ناكل محشي، فعملت بقى سلقت الكرنب ولفيت حلة كرنب كده، وعملت كمان الكوسة اللي انا كنت جايباها. انا طبعا جايبة نص كيلو، فعملت نص كيلو الكوسة، لان اصلا الكوسه لما بتقعد في التلاجة عندي بتجلد كده وبتبوظ. هي عايزه تجيبيها تعمليها في نفس اليوم او تاني يوم، تالت يوم بالكتير يعني، ما تزيدش عن كده. فانا عملتها في نفس اليوم علشان برضو ايه، نلحق طعمها الحلو. بس حطيت بقى شويه مرقه وبس كده. طبعا ممكن حد يبقى ازاي يعني الحله نص ونص، عادي يا جماعه. بصوا، بجيب ورقه كده، ورقه كرنب، بحطها على الكرنب علشان ما يتهريش كده ويعجن في بعضه. بس. وهنا كنت عملت ملوخيه. طبعا الملوخيه شغاله معانا في جميع، بصوا جميع الاصناف جميع اي اكل بنعمله الملوخيه لازم بتبقى موجوده معانا على السفره بتاعتنا. بس كده. حطيت الملوخيه في الفخار. طبعا الفخار هم مزاج عندهم، احط الملوخيه في البولات الفخار دي بس. وادي المحشي بتاعنا، ولا مهري ولا اي حاجه يا جماعه، خطير خطير خطير. والكوسه عامله زي الزبده كده، دايبه دوب كده. بس كده. ايه كمان، حمرت حمرت كمان الفراخ. وعملت كمان شويه سلطه، وقلت يعني طبقين سلطه كده جنب الاكل. وهو ده بقى الفيديو بتاعنا يا جماعة، وهو ده غدانا. فيديو جميل، يا رب يعجبكم. ما تنسيش بقى، لو اول مرة باكد عليكم اهو، لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل، عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفوها اول باول. وكده الفيديو خلص. يلا اشوفكم على الف خير. سلام عليكم.